السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدايرين اخوتي بخير؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى ما يرام. قبل ما ندخل في الحديث اللي جيت ناخذ فيه هذا النهار اخوتي المغاربه واللي غادي يكون حديث محزن، كنطلب منكم تهزوا اكف الضراعه، تهزوا يديكم العلي القدير الله سبحانه وتعالى، خالق الكون، خالق الجبال، خالق البحار المحيطات لي جالاكسي، خالق البشر، خالق العالم. وانظر الى الابل كيف خلقت، خلق الابل وعرف كيفاش يخلقها، وهو اللي كيعطي الرزق للبشر. الله هو الذي يرزق البشر، البشر هو سبب فوق الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعطيك الرزق، هو اللي كيرزقك، ماشي البشر اللي كيرزقك، الله سبحانه وتعالى. ولكن البشر غير سبب، وخا يكون هو سالوبار مثلا، هو هذا البشر هذا سالوبار، ولكن النهار اللي غادي يعميه الله غيكون سبب باش تقضى لك الحاجه ديالك على يد هذا السالوبار مثلا. انا غير كنقول لكم واخا يكون هو سالوبار. ندخل في الحديث اخوتي المغاربه، ولكن قبل ما نواصل معكم الحديث كنطلب منكم اخوتي المغاربه تهزوا اكف الضراعه يديكم العلي القدير الله سبحانه وتعالى خالق الكون، وادعيو بالرحمه والمغفره مع ديك السيده مسكينه، ديك الشابه مسكينه اللي مازال ما تشوفات، ما شافت ما تشوفات، مازال شابه في الريعان ديال الشباب ديالها. قبل ما ندخل في الحديث اللي جيت نخوض فيه هذا النهار اخوتي المغاربه، كنطلب منكم تهزوا يديكم العلي القدير وادعيو بالرحمه والمغفره لواحد الشابه مسكينه قتلها راجلها غدرا، واحد السالوبار، واحد الزنديق، واحد ولد الحرام غدرها، ماتت مقتوله مسكينه مغدوره من طرف الزوج ديالها اللي كانت هي كتهلا فيه هي والام ديالها، وقتلها في الاخير ولد الحرام، وسبب كارثه وسط العائله لان عندها بنيته صغيره، والبنت الصغيره مسكينه دابا غادي تربى يتيمه مع جداتها، وجداتها تقدر توفى حيت مراه كبيره، وغتبقى مسكينه مرميه في الزناقي. وشتت عائله هذا ولد الحرام يستحق اكثر من الاعدام، هو خصو يتحرق في لاسيد، ولد الحرام يدوب في لاسيد. هاد السالوبار هذا ما عجبتكش واحد المراه، كاين القانون اصاحبي، طلق سير بحالاتك، علاش قتلتيها؟ تمشي انت للحبس وهي تمشي للحفره تموت، تمشي للقبور والبنت غادي تضيع ولا الولاد غادي يضيعوا. هاد السالوبار هذا سبب كارثه اجتماعيه هذا ولد الحرام. ولكن انا خرجت هنا اخوتي المغاربه ماشي باش نقول لكم هاد الهضره، نقول لكم واحد السيد راه قتل المراه ديالو في ازرو، ونشد الكاميرا اللوحه في السكادو ونمشي للقهوه ندير رجل على رجل ونطلب قهوه ونريح، ونخليك نتايا تالف ما فاهم والو، حيت انا جيت قلت لك داكشي اللي قالوه الناس كلهم. واحد السيد راه قتل واحد المراه فازرو، ولد الحرام قتلها ضربها موس، راه راجلها الله يعطي لي ماه الاعدام، الله يعطي لي ماه الاعدام، كنطلبوا من السلطات تدخلوا للحبس. جيت انا نقول هذا الشيء هذا، حنا ديما كنعاودوا هذا الشيء هذا، كنعاودوا التفاهات. جيت انا باش نوركم بخصوص هذا الموضوع، باش تقطع البر الامان الا بغيتي تصنت الهضره اللي غادي نقول لك وتستافد. جيت هنا باش نورك انا، ماشي باش نعاود لك الهضره كي كنقولوا الخزعبيلات هنايا، جيت انا باش نفيدك الا بغيتي تستافد. ما يمكنش نجي نحل الكاميرا ديالي ونبدا نعاود لك الخزعبيلات، قلت لك ما كيعطينيش خاطرين هذا الشيء هذا، ما نقدرش نديرو. غير نحل الكاميرا ونبدا يعني غير كنهضر كنعاود للمغاربه الطرات ونسد الكاميرا اللوحه في السكادو ونمشي بحالاتي. جيت نعطيك المفيد الا بغيتي تصنت، فبقى معايا ما تمشي فين الا بغيتي تستافد وتقطع البر الامان، وقول لي غير الله يرحم الوالدين. اول حاجه بغيت نبدا بها قبل ما ندخل في الموضوع، خصني نمشي معكم دقه دقه اخوتي المغاربه باش تفهموا، وغادي نوريكم واحد المقطع من خالتها كتهضر مسكينه حيت يتمهم هاد ولد الحرام هذا، باش تفهموا الموضوع مزيان خصكم تصنتوا حتى لخالتها شنو قالت ونعقب على الكلام ديال خالتها. من بعد هذا المقطع اللي غادي نوريكم دابا نواصل معكم الحديث باش تفهموا مزيان القصه. هاد المراه ما تفاهمتش معاك، كاين الحل، كاين عائلتها، كاين با شنو المشكل؟ نوض تخدم، ما كيبغيش يخدم الخدمه كاينه هو اصلا ما قادرش يخدم. اختي قبل ما تموت الله يرحمها كانت موفره له جميع داكشي اللي بغا، كتقول له غير عطي لبنتي راحه الله. ما كيضربها ما تيضربها ما تيعيرها ما حتى شي حاجه، البنت ولو مقصحه ما كتقول حتى حاجه، بغات دارها وبغات ولادها وبغات راجلها، باغا داك العش تبقى مزوجه وتبقى. تنقول لها بنتي ما كنت تقول لي والو خالتي، والو خالتي ما بيا حتى حاجه، وهي مسكينه تنحس بها، تنقول لها بنتي مخبعه عليا شي حاجه كتقول لي لا. ما سمعتم وكما شاهدتم اخوتي المغاربه ما جاء على لسان الخاله ديالها. قبل ما ندخل في الموضوع، كاين واحد المثال مغربي كيقول ضربني يا خبزي، كاين مثال اخر كيقول انا كنعطيك اللقمه لفمك وانت كتعطيني بالتصرفيقه. الغلط الكبير اللي كيرتكبوا العديد ديال العائلات في المغرب شنو هو؟ انهم كيتهلاو في النسيب ديالهم، ما كيكونش خدام بطاري جالس في الدار بحال الا قلتي شاريينو. ومنين كتشري الراجل، هذاك هو الغلط الكبير اللي كترتكب اخالتي واعمي الا كنتو كتصنتوا الهضره اللي كنقول لكم. باش غيفيدني هذا الراجل اللي غادي يجلس في الحيوط في البيت النهار كله، ولا قمار ولا شفار ولا زنديق مثلا ولا حشيشه وما كيخدمش مثلا، باش غادي يفيدني وباش غيفيد العائله ديالي؟
والبنت ديالي واش غيزيد علينا هذا في العائله، انا نبقى نوكلو ونخدم عليه بحال الا قلتي شاري شي بغل كتبدا تعطيه التبان وكذا، بعدا البغل راه كيدير شي حاجه، بعدا مثلا كيسدي واحد الخدمات، كتمشي كتجيب عليه الماء، كتحرط عليه، مسكين حيوان كيعطي شي حاجه، هذا بشر وما كيفيدك بوالو. باش غتستافد عمي تجيبو باش يقتل لك البنت ديالك؟ كنصحك ما تشريش الراجل البنت ديالك، هذا هو الغلط الكبير اللي كترتكبوها المغاربه. بحال من واحد دابا غادي يخرج ويقول لي اش كتخربق علينا السي محمد، واش كتبوكر علينا، واش بغيتي تخرج علينا تكثر العنوسه في المغرب؟ واش انا بالخير ديالي الحمد لله عندي رزقي، البنت ديالي ما جات حتى شي واحد تقدم لها يخطبها، هي جالسه بلا زواج ونخليها عندي وهي عندها 30 سنه 30 عام، راه خصها تتزوج، خصني نمشي ندبر لها في راجل. اسمع مزيان شنو كنقول لك عمي، انا ما قلتلكش البنت ديالك ما تتزوجش، حتى الا تعميتي وبغيتي تدبر البنت ديالك على راجل وانت لاباس عليك كي كتقول، سير قلب لها على اللي يصلح لها، سير شوف شي واحد اللي ما كيخطيش الفجر واللي كينقر الكشه في الصباح وكتافو ماشي باردين، كينقر الكشه وكينوض كيمشي كيخدم على راسو، واللي غادي يزيد شي حاجه للعائله ديالك، ماشي تقلب على شي واحد اللي يصفيها للبنت ديالك. انا هذا الشيء اللي قلت لك، انا هذا هو القصد ديالي يا عمي، خصك تشوف شي واحد اللي يصلح للبنت ديالك، ماشي عيب واخا ما يكونش خدام ولا بيطالي ولا فقير، وماشي عيب الفقر، سير شوف شي واحد اللي يصلح لك العائله، زيد لك شي حاجه للعائله ديالك، انسان اللي كيخدم موتيفي ناشط كيصلي متقي الله ماشي زنديق. تشوف شي واحد لبنتك اللي كيضرب الجوانات والسكايري النهار كله هو كيمحطها بالعصا، اشنو زاد عليك هذا السيد هذا؟ اللهم خلي البنت ديالك معاك كتاكل الخبز وناشطه وضحكه مع باها في الدار، اش غندير انا بواحد يتكرفس ليا على البنت ديالي؟ شنو غنربح من هذا الشيء هذا؟ نزيد عليا مشكل انايا، نزيد عليا مشكل في الدار. هذا هو الغلط الكبير اللي ارتكبات ام الضحيه، الام ديال هذه البنت هذه اللي غدرها راجلها قتلها مسكينه مات مغدوره، ارتكبت غلط كبير. شنو هو؟ كانت كتهلا فيه وكتعطيه كل شيء وكتقول له تهلا ليا غير في بنتي. ما يمكنش واحد السيده كتمشي لعند واحد السيد مجوج بنتها وكتعطيه كل شيء، يعني مفشاه اللي بغى كتعطيه له، وكتقول له بالمقابل تهلا ليا غير في البنت ديالي، غير ما تضربهاش، واللي بغيتي عندك تاكل تشرب نعطيك فلوس القهوه كل شيء عندك. واش هذا ماشي خرجه للعقل؟ واش هاد المراه هذه ما كتلوحش راسها وكتلوح البنت ديالها للتهلوكه؟ راه والله اخوتي المغاربه وكنا كنطبقوا الامثله ديال المغرب ديالنا اللي هي امثله حقيقيه على ارض الواقع، حيت هي كتجسد الواقع. هاد الامثله ديالنا والله ما يوقع لنا شي مشكل في الحياه ديالنا، والله ما يوقع لكم شي مشكل في الحياه ديالكم اليوميه، حيت حنا كنقولوا ضربني يا خبزي، وكنقولوا كنمد لك اللقمه لفمك وكتضربني بتصرفيقه، وكنقولوا ما دير خير ما يطرى باس. امثله عديده عندنا في المغرب ولكن ما كنطبقوهاش على ارض الواقع، كنا كنطبقوها على ارض الواقع ما عمري وقع لنا شي مشكل كي قلت لكم في الحياه اليوميه ديالنا. حيت الام ديال هاد السيده اللي مات مغدوره حتى هي مات مسكينه الله يرحمها، كانت كتبيع اللي قدامها واللي موراها باش يعني ترضي داك النسيب ديالها، كانت كتعطيه كل شيء وكتقول له هاك كل شيء غير ما تكرفس لياش على البنت ديالي. وهذا الشيء اللي خلاه يثور في الوجه ديال البنت ديالها وتكرفس عليها وقتلها وماتت مغدوره مسكينه، حيت كانت كتعطيه كل شيء. حيت الفشوش هو اللي كيوصل لهذا الشيء هذا، النتيجه ديالو في التالي وهو الغدر. المره الثانيه اخوتي المغاربه كنطلب منكم تهزوا يديكم للعلي القدير الله سبحانه وتعالى وتدعوا مع هذه السيده هذه مسكينه بالرحمه والمغفره، الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النار يا رب العالمين، والله يرحم دوك الناس اللي ماتوا في الزلزال المساكن، الله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا النار يا رب العالمين. كنتمنى ليله سعيده للجميع، الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.